عجبني جدا الاستثمار اللي بيحصل في نادي الزمالك في الآونة الأخيرة ديت. أستاذ حسين كشري أخيرا عرف إن الحياة سهلة، وإن كل واحد لو ركز في شغله فقط لا غير هينجح. وقال خلاص بقى ما بدهاش، طالما كده كده في القدم مش شايف، وفي اليد بدخل خايف، وفي السلة من الأهلي بيحط لي أحمر شفايف. ففكني بقى من الكورة والألعاب الرياضية ديت، واستثمر النادي وأجر الأرض كل مترين ب11,000 ب10,000، وهو بترزق وكله هيرزق. طبعا بعد كشري أبو طارق امبارح زي ما الناس كلها عارفة، أكبر تاجر طيور أخد مترين جوه، بس للأسف ما أخدهمش على الأرض، أخدهم في البسين في البول. فطبعا بدأ مشروع المليون أرنب، فاكرينه زمان على أيامنا في الثمانينات والتسعينات، كان بيقول لك هات لك كتكوتين واعمل مشروع المليون أرنب. واحد يقول لي يا عم ايه مليون أرنب وكتكوتين؟ هو كانت العلاقة كده، كان اسمه مشروع المليون أرنب، إن تجيب كتاكيت وتربيها وكده. فأجرها طبعا في البسين، والحمد لله بدأ الراجل صاحب المصلحة والسبوبة ببطتين، جاب 3 بطات أو بطتين، ورخيها رخيها خلي البط يعوم فيها، الدنيا بتشتي واروح لي ستي، فاهمين انتوا؟ فطبعا ربنا يرزق الزمالك ويكرمه من واسع يا رب. وان شاء الله باذن الله سامع ان في محلات بلبن عايزه برضو حته متر في متر جوه، وان شاء الله برضو يجي لك راجل بتاع كاوتش، راجل بتاع لانجري. انا كنت بتاع لانجري زمان، فامل ان انا اخد حته هناك جوه. فما تقلقوش اعضاء نادي الزمالك، بعد كده اي حاجه هتحتاجوها هتلاقوها داخل جوه نادي الزمالك. هتلاقوا هدوم، كراسات لعيالكم، وكشاكيل بقى، وهتلاقوا فراخ ولحمه ورز وفي خضار، طماطم وكوسه وقلقاس وخضره بقدونس وشبنت وبنجر وكل حاجه هتلاقوها، كل حاجه هتلاقوها. واستاذ حسين كشري مش هيحرم اعضاء نادي الزمالك من حاجه. وربنا يوفقكم يا رب، ربنا يوفقكم يا زملكاويه. وبجد بجد انا فرحان من قلبي ان انتوا بداتوا تشغلوا مخكم وتشتغلوا في الحاجه اللي ليكوا فيها واللي بتفهموا فيها. سيبوا بقى الحاجه التانيه لاصحابها. صباح الفل عليكم.